هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير ويا ربي صحة وسلامة على الجميع. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم طريقة او عمل موضة او الايس كريم. طريقة كلش سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة بكل بيت. قبل لا نبلش الفيديو لا تنسون لايك سبسكرايب وشير اذا عجبكم المقطع. يلا نبلش. اول شي هنا عندي حليب، وهنا عندي ثعلبية ذكرتها لكم بالفيديو السابق للأزبري. هنا عندي كريمة، وعندي كريم شانتيه، هنا عندي فانيلا، وهنا عندي كاكاو. أنا حابة أسويها بالكاكاو، إذا عاجبكم سويها بالفانيلا عادي بدون تستغنون عن الكاكاو. مكونات ومقادير راح أكتبها لكم بصندوق الوصف، وأيضا شكر. راح أبلش أضيف بالبداية الحليب، تقريبا هو كوب حليب. راح أضيف نص لتر مي يساوي لي تقريبا كوبين من المي. همين أضيف من فوق الحليب وأضربه بالخلاط. راح أبدي أضيف أو أخلط المكونات الجافة، شكر وكريم شانتيه وفانيلا والثعلبية والكاكاو. أخلطهم كل زين حتى يتجانسون مع بعض، وحتى الثعلبية ما تكلكع عندي، لأن هي مادة لزجة تفيدني أو تنطيني هذه المطة اللي موجودة بالآيس كريم أو الدوندرما أو الأزبري. راح أضيف الكاكاو، وهسه بعد ما خلطت الحليب بالخلاط راح أضيف عليه مكونات الجافة، وأيضا أخلط لمدة تقريبا دقيقتين إلى 3 دقائق. طبعا بدون تنكهونها بأي نكهة تحبون. بالفراولة تقدرون تضيفون كريم شانتيه بطعم الفراولة، وملون أكل أو تستغنون عن ملون الأكل تضيفون قطع من الفراولة. هنا بعد ما خلطتها راح أسكبها بعلبة تخليها بالثلاجة. تقدرون تضيفون عليها الإضافات مثلا أوريو تكسروا وتخلوه فوقها، أو أي نستة انتو حابين. أنا حبيتها تكون سادة، فهسه راح أسدها وأخليها ليلة كاملة بالفريزر، يعني لمدة 24 ساعة، وبعدها راح أفتحها. وصفة جدا سهلة وبسيطة وما تاخذ منكم أي وقت، وصحية بنفس الوقت، يعني ما بيها أي مواد حافظة. طبعا هذا شكلها النهائي. هنا أنا ما قدرت يعني أخذ منعتها لأن استنى طلعتها من الفريزر، فانتظرتها شوية تحتل، وبعدها أخذت منعتها. كلش طيبة، ما أحكي لكم على الطعم، رهيبة يعني أحسن من اللي تنباع بالمحلات، وشي أنتم مسوينه بإيدكم وبالكمية اللي تعجبكم. وشوفوا المطة اللي انطتني اياها الثعلبية. هنا ينتهي الفيديو، اشوفكم فيديو جديد، مع ألف سلامة.